ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. ودلوقتي انا جايبه لكم معايا هنعمل الزبادو مع بعض في البيت. الزبادو اللي هو البيتي بقى يا جماعه، بجد حلو وطبيعي، وكمان عيالك واولادك يعني كمان صحي ليهم، وحاجه مفيده وفريش كمان في نفس الوقت. عايزه اقول لكم بجد فعلا حلو. انا جبت نص كيلو من الفراوله هنا، وكوبايه لبن وكوبايتين زبادي ورشه فانيليا وكيس فانيليا. تمام. طبعا انا غسلت الفراولة وقطعت بقى القشرة اللي فوق، وجبت كوباية الزبادي، كوبايتين الزبادي وحطيتهم، وبعد كده جبت كوباية اللبن وحطيت رشة الفانيليا. بصي هنا جبت كوباية الزبادي اهي، بجد مش محتاجة تحطي فيه مية، بجد حلو وصحي وكمان مفيد، وتفطري بيه ممكن ساعة الصبحية. حلو جدا، يعني انا يعني هيفيدكم وكمان صحي. بصوا هنا، يعني انا مش مسرعه الفيديو، موريكم واحده واحده، ويعني مخلياه يعني بجد حلو ومفيد جدا. وكمان عايزه اقول لكم كمان ممكن تعمليه بالهاند بلندر وتعمليه بالخلاط، اي حاجه زي ما يعجبك. وكمان ما تنسوش سكر، اللي عايز يحط سكر برضو يحط سكر. هو طبعا مش يعني اقل حاجه هتحطيها معلقتين او معلقه. بس عايزه تزودي كميه السكر ماشي، عايزه تحطي عسل ماشي، عايزه تحطي وممكن تحطي اضافه كريم شانتيه. كريم شانتيه هيديله طعم حلو بزياده، يعني كريم الشانتيه هيديله طعم حلو بزياده. بس بجد حلو جدا ومفيد جدا وصحي جدا. عايزه اقول لكم بجد يعني يا بخت اللي يعني اللي بيعملوا في البيت، فعلا كويس جدا وصحي جدا. بس يعني اه اهو حطيت كوبايه الزبادي، وبعد كده حطيت رشة الفانيليا. انا هنا مش مسرعلكوا الفيديو بالراحة جدا. جبت هنا معلقتين سكر حطيتهم، ممكن تحطي بزيادة براحتك زي ما انتي تحبي، زي ما انتي تحبي الطعم، عايزاه محلون او زي وسط زي ما تحبي، زي مش عايزة تحطي فيه سكر خالص، مستكفية بالحاجة اللي فيه، مفيش اي مشكلة. في ناس بتحط عسل وفي ناس بتحط سكر، يعني العسل ده بيحلي الطعم بزيادة. جبت الهاند بلندر بقى، بصوا بقى زيها زي الخلاط بالظبط، زيها زي الخلوط بالظبط. عصرت بقى واحدة واحدة عشان برضو يعني ما ينطرش لبره. بصوا اللبن وبصوا الزبادي، بصوا يعني بجد حلو جدا. بصوا انا ما عصرته بقى شوية بقى، وكمان الفراولة كانت مكثفة شوية، كانت كتيرة شوية، فيها طعم الفراولة، الفراولة باينة فيها. هنا بدأت تتعصر خلاص بقى، بص بقى اتعصرت بقى، الفراولة كلها اتعصرت، بقت حلوة خلاص بقى، يعني القوام اللي انا عاوزاه اتعمل. بس انتي ممكن تصفي البذر بتاع الفراولة دوت،
لو مش عايزة فيها البذر الصغيرة، مش عايزاه، مفيش اي مشكلة، ممكن تصفيها وممكن تشربي على كده، مفيش اي مشكلة. بس انا عملتها القوام اللي انا عاوزاه كده بقى، والدنيا بقت كانت حلوة معايا، دقت طعمها لقيتها مظبوطة، وحطيت معلقة سكر تاني بس. وهي اتعملت في البيت، وبجد يعني مفيدة جدا وصحية جدا ليكي ولأولادك، وساعة الصبحية تفطري بيها كمان. شفتوا بقى القوام كان قد ايه، وكان حلو ازاي، وكان خفيف، والقوام اللي انا عاوزاه. بصوا هنا كده صبيت كوباية، وبحط الكوباية التانية قدامكم، بصبها قدامكم. بجد حلو ومفيد وصحي، وهيعجبكم ان شاء الله، يا رب يعجبكم زي ما هو عجبني. بس عايزة تحطي كريم شانتيه ماشي، عايزة تحطي عسل فيه مفيش اي مشكلة، تستبدلي العسل بالسكر مفيش اي مشكلة. عايزة تحطي كريم شانتيه اضافة بيحلي اكتر مفيش مشكلة. وكمان الكريم الشانتيه بيديله لذاذة اكتر، طعمها بتحسي اللي فيه برضو زي الزبادي فيه كده، تحسي فيه طعمها بيبقى لذيذ اكتر. بس هنا جبت فراولاية بقى وحطيتها بقى من فوق، والناحية التانية برضو زوقتها برضو بفراولاية، الكوباية التانية. هنا النور قطع بقى يا جماعة، بقى انتوا عارفين النور بيقطع بقى في كل المناطق، يعني هنا بداية النور قطع بقى. بس وهنا خلصت بقى وظبطت الدنيا. بس هنا خلصت بقى بألف هنا بقى. هنا بقى ظبطت الدنيا وخلصت بقى، النور كان قطع بقى كويس، النور قطع وانا خلصت. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش بقى في اللايك وفي الاشتراك وفي كومنت حلو منك وتشرفيني في القناة. بس باي باي.